ستارز عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا على النبي. يلا بينا اقول لكم فكرة الفيديو. هاي ستارز، وحشتوني. فيديو النهاردة هو عبارة عن اسرار التحديث الجديد. اوكي طيب يا جماعة، بعد ما حليت المشكلة الحمد لله وخلاص افاتار نزلت تحديث جديد المفروض نحدثه، هيجيلنا الشكل الخارجي ده وكده نقدر نحصل على الباقات. هندخل هنا على الحاجات دي هنلاقي جالنا ايقونة جديدة اسمها وينتر اوف جوي. هندخل عليها هنلاقي باك تاني يا جماعة. اول حاجة هنلاقي الباقة دي اسمها وينتر اوف جوي وهي للسيتي ميكر عشان لتصميم البيوت وكده. طبعا استنوا الفيديو اللي انا هصمم لكم فيه بيتي من بره ومن جوه للتصميم الشتوي. الباقة اللي بعد كده هي عادي ايفنت عشان الشتاء. هنفتحها بقى، هنضغط هنا كلايم. واو شكلها من بره يا جماعة كان روعة. وبصوا طبعا اول ما فتحناها لقينا الحاجات دي كده. اوكي هنبدأ بقى ان احنا دلوقتي اوريكم السر. دلوقتي هقول لكم السر على السريع عشان انا عملته قبل كده ورجعت عملت اعادة تزوير للباقة عشان افتحها معاكم، عشان كنت صورت لكم فيديو فيه السر بتاع الصناديق الزرقاء. بس الفيديو اتمسح. دلوقتي هقول لكم الاماكن اللي المفروض تروحوها عشان تعملوا السر ده او عشان تحصلوا على الصناديق الزرقاء. ولكن السر الكبير بتاع العربية بتاعت بابا نويل الحمرا هعملها معاكم يا جماعة. اكيد في كتير منكم منتظرها. وطبعا يا جماعة الكاب اللي في ايدي ده اللي هنعمل بيه بابا نويل، بس عم افاتار تشوف الجليتش الموجود عشان مش عارفين نعمل كرات التلج. اوكي اول حاجة هنعملها ان احنا هندخل هنا عند المصمم وهنضغط على الايقونة دي وهننزل هنضغط على الستار دي وهنضغط على الايقونة المكتوب عليها وينتر اوف جوي. هنضغط عليها هنلاقي عندنا الباقة الجديدة. هنضغط على بتاعة الهدية دي. هنجيب اي حاجة عشان نعمل صندوق. هناخد معانا الصندوق عشان انا مش هروح الاماكن، انا بس هقولها بالكلام دلوقتي. فهاتوا معاكم ورقة وقلم سجلوا الكلام ده عشان تقدروا تعملوا السر ده او اعملوا تسجيل شاشة واحفظوا الجزء ده. اول حاجة هنروح، انا هعمل معاكم 3 اسرار، واحد هقوله دلوقتي ببقي واتنين هعملهم معاكم. بس اول حاجة هقول لكم السر الاساسي عشان تقدروا تعملوا السرين الباقيين. اول حاجة هتروحوا الكوافير، الراجل اللي لابس موف هتدوله الصندوق ده بالوضعية الاولى اللي هي ديت، هتديها هيديكم هدية. وهتروحوا عند الراجل التاني اللي في نفس المحل بتاع الكوافير كمان. طبعا هو يا اما بتقول عليه كوافير او محل حلاقة، لكن اللي هو المهم المحل الحلاقة القديم. تاني حاجة هتروحوا المستشفى القديمة هتدوا الصندوق بنفس الوضعية للدكتور بتاع الصيدلية. تالت حاجة هتروحوا محل الحيوانات هتدوا للبنت بتاعة الكاشير اللي جوه مش اللي بره. اللي بعد كده هتروحوا متجر القبعات هتدوا للراجل بتاع الكاشير برضو. اللي بعد كده المحل الكيوت هتدوا للبنت البينك اللي هي هتدوا لها برضو الصندوق نفس الوضعية. اللي بعد كده هتروحوا محطة المترو هتدوا الصندوق للتمثال الرصاصي اللي هناك. بعد كده هتروحوا المخيم، الراجل اللي هتلاقوه قدامكم اللي بيعمل هاي كده بايديه اول ما تدخلوا هتدوله الصندوق ده برضو بنفس الوضعية. اخر حاجة هتروحوا المول عند محل الالعاب، اخر شخصية اللي هي الشخصية الولد عند الالعاب الكتير دي. لو انتوا طبعا مش عارفين السر ده جدا قوي يعني اكتبولي وانا اعدهولكم عادي. بس يلا بينا بقى نعمل السر اللي بعد كده. انتوا طبعا لما تروحوا الاماكن دي الناس دي هتديكم هدايا. الهدايا دي لما تفتحوها هتلاقوا فيها حاجات كتيرة طبعا زي بيت الكلب ده والسماعة الكيوت دي يا جماعة كيوت جدا. وطبعا الشنطة دي ودي بتاعت رجل التلج وضيعوها يا جماعة عشان اول ما افاتار تحل الجليتش ده هنزله لكم. اللي بعد كده هتاخدوا كسرة عين الجمل دي وهتروحوا عند اليوجا. بصوا اول ما تدخلوا هتلاقوا هنا في الجنب كده بندقية ذهبية او عين جمل ذهبي هتحطوها هنا وهتكسروها هتلاقوا جنة هدية. يلا بينا نفتحها. كده بقى معانا يا جماعة قبعة بتاعة العربية الحمراء اللي هعرفكم السر بتاعها وهي نفس قبعة الرجل او كسارة عين الجمل.
ويلا بينا نعمل افخم سر لحلقة النهاردة واللي انا متحمسة له جدا. طبعا الهدية اللي هتاخدوها من البنت في المحل الكيوت هتكون هي دي، ودي لها السر بتاع العربية اللي كلنا محتاجينها يا جماعة. ويلا بينا هنعرفكم السر ده بيتعمل ازاي. اول حاجة هناخد معانا اي شنطة او اي صندوق. هنيجي هنا كده هنشتال البروكلي ده، هنلاقي الشخصية دي هناخدها معانا. طيب هندخل الفصل ده وهنعمل بابا او الشخصية دي كده اللي هو الهيكل العظمي، كنت راح اقول عليه بابا نويل. هناخد الشخصية اللي وراه ديت، يعني عم تعالى بقى لا. طيب هناخدها نحطها جنب اختها. استنوا ما تخرجوش من المدرسة، هنيجي هنا هناخد الشخصية دي من الملعب. بعد كده هنيجي المخبز هناخد الشخصية دي. اخر مكان وهو الديسكو هناخد الشخصية دي من الرف اللي فوق ده. طيب بعد ما جمعنا كل الشخصيات هنجيبهم بقى نخرجهم هنا عشان نرتبهم في اماكنهم الصحيحة. هنجيب طبعا كل شخصية، الشخصية اللي ماسكة ورقة هنحطها هنا. طب والله يا جماعة انا مرتبهم كده من غير ما اخد بالي. ودي الشخصية الاخيرة. بصوا بقى يا جماعة المفاجأة، الله بصوا خليكم جاهزين 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم. ياي يا جماعة فرحانة قوي، يا جماعة فرحانة بيها موت مش مصدقة. الله بصوا يا جماعة استنوا بقى فيديوهات جامدة يا جماعة عشان البتاعة دي ألهمتني بأفكار روعة. طيب ستارز كده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش تصلوا على النبي، تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.